وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه جيرونا ب3 أهداف دون مقابل. غريزمان سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39. بعد ذلك عزز زميلهم ماركوس يورينتي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 48. وفي الوقت الضائع أضاف كوكي الهدف الثالث ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط. حقق ريال مدريد حامل اللقب انتصاره الأول في الدوري الإسباني، وذلك بفوزه على ضيفه بلد الوليد ب3 أهداف دون مقابل لحساب مباريات الجولة الثانية. تعقيدات السير في دهاليز القلعة البيضاء أمر لا يعرفه سوى من يعيشه ويشاهد بأم عينه الألقاب عن يمينه ويساره. تكتيك أتقنه ريال مدريد لإثارة الرعب لدى زواره قبيل دخولهم سانتياغو برنابيو، ويضفي عليه في بعض الأحيان حالات مشاهدة الكؤوس الحية. كارلو أنشيلوتي خرج باستنتاجات عديدة مما حصل في جزيرة مايوركا. الاستهانة بالخصم قد تكون عواقبها وخيمة ولا مجال للسهو ولو للحظات معدودة. أحد العائدين للأضواء يملك تاريخا أسود في مواجهاته ضد ريال مدريد، حيث أن آخر فوز له في البرنابيو تحقق قبل ربع قرن، بل إن زاده من آخر 6 لقاءات كان عبارة عن هزائم دون أي هدف يحمل اسم بلد الوليد. ورغم تلك الفوارق بدا البطل عاجزا عن اختراق دفاعات ضيفه المتواضع، الأمر الذي اضطر أنشيلوتي إلى أخذ جرعته من العلك قبيل مواجهات الخاصة مع لاعبيه في غرف المشالح. تبعات صدام الإيطالي مع لاعبيه لم تتأخر. فيدريكو فالفيردي يختصر طريق الانتصار الأول لهذا الموسم ويعيد الضجيج إلى مدرجات الصندوق الملكي بعد سبات الصيف الطويل. بلد الوليد اختار أن يلعب دور المزعج بدلا من دور المقتنع بهزيمة جديدة، لكنه وجد في طريقه نحو المرمى المدريدي حاجزا بلجيكيا من عيار تيبو كورتوا. ثنائية فينيسيوس ومبابي لا تزال قيد التجريب. كيليان رفض أن يحولها من حقل التجارب إلى أرض الملعب حين أخفق في تسجيل ما يتقنه. مبابي خرج وسلم الشعلة لمن يفترض له أن يلعب دور البديل. دخل إندريك، وبعد دقيقة أنهى إبراهيم دياز الجدل حول ما إذا كان البطل سيحقق فوزه الأول أم لا. أما إندريك الخبير في شباك البرنابيو فلم يفوت فرصة التسجيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد لا البرازيل. الهدوء يعود للبيت الملكي بعد هزة مايوركا الخفيفة، ويؤكد أن البدايات ليس من الضروري أن تشبه النهايات. ما تأهل الجيش الملكي المغربي إلى الدور ذاته بفوزه إيابا على ضيفه ريمو ستارز بهدفين دون رد. وبلغ الشباب بالوزداد الجزائري الدور المؤهل لدور المجموعات بعد أن جدد فوزه على ضيفه ليوبار دوليسي بهدف دون مقابل. وعبر الاتحاد المونستيري التونسي إلى الدور الموالي بعد أن جدد فوزه إيابا على ضيفه بست شادي بهدفين دون رد، فيما غادر FC نواذيبو الموريتاني من الدور التمهيدي الأول بتعادل إيابا مع ضيفه ميلو الغني بهدف لمثله. كشف ماركيت لوبيز عن قائمة المنتخب القطري المستدعاة لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. القائمة ضمت 26 لاعبا وشملت أبرز نجوم العنابي، وفي مقدمتهم أكرم عفيف، المعز علي، بسام الراوي، والحارس مشعل برشم. ويستعد بطل آسيا لخوض مباراته الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يستهل مشواره بملاقاة ضيفه الإماراتي في 5 من الشهر المقبل، قبل أن يرحل لملاقاة كوريا الشمالية في 10 من الشهر ذاته. جدد اتحاد الكرة العراقي تعاقده مع الإسباني خيسوس كاساس ليواصل مهمته مدربا لمنتخب أسود الرافدين حتى مطلع 2027. الخطوة كانت متوقعة بعد النجاحات العديدة التي حققها كاساس على أكثر من صعيد، فيما يعد التأهل إلى المونديال أهم الأهداف المرسومة على المدى القريب. المزيد من التفاصيل في تقرير علي رياح من بغداد.
البحث عن الاستقرار التدريبي في خضم التحضير للمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، فضلا عن الإقرار بإيجابية ما تحقق لمنتخب أسود الرافدين في حوالي 20 شهرا، مؤشران اجتمعا لدى اتحاد الكرة العراقي كي يجدد في المراجعة الدورية تعاقده مع الإسباني خيسوس كاساس. تطور متوقع جاء بعد أسابيع من المداولات التي ارتكزت على الجانب المادي في العقد، لم تحسم تماما إلا بتدخل من رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني، الذي أبدى كل صنوف الدعم لكاساس ولاستمراره مع المنتخب، بعد أن وضع المدرب الإسباني قائمته من اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، والذين سيخوضوا بالصفوة منهم محطات الحسم في التصفيات. كان صعب تشاهد مدرب أجنبي يتواجد لفترات طويلة، يعني يتابع مباريات الدوري، يحضر مباراة الدوري. هذا الأمر أعطى دافع كبير للاعبين، لذلك توسعت قاعدة البيانات عند كاساس على مستوى اللاعبين. من المفترض أن ندعم كاساس كإعلام وكجماهير، طالما احنا اليوم دعمنا كاساس حتى في الفتره اللي طالب بها بزياده عقده، الكل كان متعاطف مع كاساس بالنظر الى النتائج اللي حققها المنتخب. الإعلان عن مواصلة كاساس عمله مع المنتخب حتى مطلع 2027 جاء قبل ساعات فقط من تحرك عجلة الإعداد عمليا بالتوجه إلى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي يستكمل فيه المدرب رؤيته قبل مواجهة عمان في البصرة، ثم الذهاب إلى الكويت في 5 ثم 10 من الشهر المقبل، بينما يرتفع مؤشر الانشغال لدى الوسط الكروي هنا بالجهوزية التي سيبلغها المنتخب بعد طي الملف التدريبي ببقاء كاساس على رأس المهمة. لو ننظر أنه كاساس صار له سنتين، وأكيد يعرف قابلية كل اللاعبين الموجودين سواء كان بالداخل وبالخارج. أعتقد هو لو نشوف إحنا عندنا توليفة ممتازة، صار سنتين يعني كاساك عنده يعرف كل اللاعبين والانسجام وأكثر اللي، فأعتقد يعني وضع اللاعب المناسب وحسب مستوى ولياقته هو اللي راح يقدم لنا النجاح في مباراة الأولى مع سلطنة عمان. على أبواب المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، جدد اتحاد الكرة العراقي تعاقده مع الإسباني خيسوس كاساس، الذي وضع من جهته تصورا لشكل المنتخب بلاعبيه من المدعوين المحليين أو المحترفين في الخارج قبل المباشرة برحلة البحث عن تذكرة المونديال. علي رياح، بين سبورتس، بغداد. حقق ليفربول انتصاره الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفي برينتفورد بهدفين دون رد من الجولة الثانية. الكولومبي لويس دياز افتتح حصة التسجيل لمصلحة الرز في الدقيقة 13، فيما أمن النجم المصري محمد صلاح انتصار ليفربول في الدقيقة 70 محرزا هدفه الثاني في المسابقة. بالتأكيد الشوط الثاني كان أفضل من الأول، هذا ساعدنا كثيرا لأنه رأينا في الشوط الثاني بأن هجماتنا كانت أكثر وأفضل من الشوط الأول، ولكن هذا كذلك بسبب أن بورنموث كان جيدا جدا في الشوط الأول وصمد كثيرا، ولكن نحن أيضا كان يجب أن يكون هناك خيارات أفضل وتمركز أفضل في بعض الحالات. أول شيء يجب أن تفعله بالتأكيد عندما تواجه أي فريق وخاصة برنتفورد هو أن تكون جاهزا في الكرات الثابتة وتكون صامدا في دفاعك. دفعنا بشكل جيد جدا، وبالتأكيد عندما أتت الفرصة استغلينا تلك السرعة الموجودة في لاعبينا. رأينا بالتأكيد بأن ديوغو كان ممتازا وهدف جيد جدا من دياز. إذن من الجيد أن نرى بأننا لم نقبل أهداف، ولكن سعيد أكثر بأن أرى أننا سجلنا من كرة ثابتة كانت لهم. هذه تجربة جيدة فعلا، وأظن أن الجماهير أعجبت بما رأته اليوم بمستوى اللاعبين والهجمات التي قمنا بها في الشوط الثاني تحديدا. إذن بصفة عامة كان يوما جيدا بالنسبة للفريق للنادي، وهذا كذلك لي أيضا. أعلن رين ضم السنغالي ميكائيل فايي قادما من برشلونة. النادي الفرنسي نشر بيانا أكد فيه التوصل لاتفاق مع نظيره الكتالوني يحصل بموجبه على خدمات المدافع البالغ من العمر 20 عاما حتى عام 2028 مقابل 10,300,000 يورو. وينص الاتفاق على أحقية برشلونة باستعادة اللاعب السنغالي مقابل 25 مليون يورو، إضافة لنسبة 30% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.